تعالوا لي بقى هنا، تعالوا لي، عشان انا لما عملتها وطلعت بالجمال والحلاوه دي اتضايقت جدا من نفسي. ليه بنروح نشتريها بالغالي واحنا ممكن نعملها احلى واطعم واجمل واوفر من بره بمليون مره؟ انتوا عارفين ان دي معموله من نص كيلو دقيق؟ كل الكميه دي من نص كيلو دقيق. انتوا عارفين يا جماعه ان نص كيلو دقيق طلع لي حوالي كيلو الا 100 جرام من البقسماط الاساور التحفه ده؟ انتوا عارفين ان طعمها اجمل من بره، واصلا مفيش مقارنه بينها وبين بره. بصوا، بصوا كده، اسمعوا صوت القرمشه، حلوه جدا. عايزه اقول لكم والله لو عملتوها عمركم تاني ما هتشتروها من بره. بجد احنا كنا مضيعين فلوسنا يا جماعه على الفاضي. طعمها خطير خطير خطير. بصوا انا هنا كنت بغني فعلا من كتر حلاوه طعمها. يلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. بس يا ريت ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، ولو اول مره بتشوفيني انا اسمي سعاد. انا هنا عندي نص كيلو من الدقيق، دقيق يكون متعدد الاستخدامات. حطيته في البوله اللي هعجن فيها، عليهم معلقتين كبار مليانين من السكر، وعليهم نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، بس مش لازم تكون مليانه قوي. تمام، هقلبهم كده مع بعض كويس. ادخل بس كل المكونات اللي حطيتها مع الدقيق، وعندي ربع كوبايه من الزيت، عليها معلقه كبيره من السمنه، وده اختياري. بس بجد السمنه بتديها طعم حلو قوي، طعمها بيبقى حلو جدا. فسمنه بلدي سمنه عاديه مش هتفرق خالص. لو ما عندكيش سمنه تقدري تعملي ربع كوبايه من الزيت، مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى حطيتها في العجان، والمهم ان انا لو هتعجني على ايدك هتفضلي تبسي في الدقيق لغايه ما يتغلف بالماده الدهنيه اللي احنا حطيناها اللي هو السمنه والزيت، ويبقى كده عامل زي الرمله. الدقيق هيبقى مفرول كده معاكي، شايفين شكله؟ الخطوه دي او الحركه دي مهمه جدا. انا لازم اخلي الدقيق معايا يكون مفرول كده بالظبط. دلوقتي بقى معايا كوبايه من الميه الدافيه، هبتدي بقى ان انا احطها بالتدريج. وهنا انا استخدمت كوبايه، الكوبايه دي ممكن تزيد او تقل حسب نوع الدقيق. انا هنا استخدمت كوبايه وحوالي 3 معالق كبار من الميه الدافيه. العجينه هنا يا جماعه لازم تكون طريه، بس ما بتلزقش خالص. المهم ان هي تكون طريه على قد ما تقدري، خليها طريه من غير ما تكون بتلزق في ايدك. هوريكم دلوقتي شكل العجينه المفروض يكون عامل ازاي. بصوا كده، هنا انا ما كنتش كملت هنا كميه الميه، وزي ما قلت لكم انا خدت كوبايه و3 معالق من الميه الدافيه، ودي اللي بستخدمه، دي متعدد الاستخدامات، اسمه اهرامات. بصوا بقى العجينه ما شاء الله حلوه جدا، طريه قوي وما بتلزقش في ايدي خالص. مش هنسيبها تخمر، هنحطها كده على طبق وهنسيبها ترتاح لمده 10 دقايق، 10 دقايق بس، وهنرجع بقى عشان نقطعها. هغطيها بس بكيس بلاستيك كده او ببلاستيك استريتش، اي حاجه عشان وشها ما ينشفش معايا. وانا هنا حابه ارش على وش البقسماط بتاعي سمسم وحبه البركه، وهقول لكم هنعمل ايه بالظبط. ما ينفعش نرشهم كده هم ناشفين. احط 3 معالق كبار من السمسم، عليه معلقه كبيره من حبه البركه، ومعلقتين كبار من الميه. هقلبهم كده مع بعض. الميه هنا هتعمل ايه؟ هتلزق لي البقسماط السمسم وحبه البركه على وش البقسماط. تمام كده. دلوقتي هنا العجينه بعد 10 دقايق حطيتها كده على رخامه، وافردها كده بالراحه، يعني ابططها كده شويه عشان اقدر ان انا اقطعها رولات كده تكونش تخينه قوي. هبتدي ان انا بقى اقطعها كده بالسكينه او بقطعه البيتزا او باي حاجه عندك. تمام. وكل جزء او كل قطعه هقطعها ابتدي ان انا ارولها، والرول ما يكونش تخين عشان لسه هتخمر معايا قبل ما نسويها. زي ما حضراتكم شايفين انا الرول ده قطعته على 2 او على 3 على حسب طوله. حابه البقسماطه تكون الدايره بتاعتها صغيره، او حابه ان هي تكون كبيره، ده براحتك. وهنزلها كده بالراحه وهي لازقه في ايدي على السمسم وحبه البركه، وبتطلع لازقه عليه زي ما حضراتكم شايفين. احطها بقى على الصينيه بتاعتي، والصينيه مش مدهونه اي حاجه خالص. تمام كده. بصوا طريقه التقفيل دي، وبالراحه، وما نضغطش على الرول واحنا بنلفه عشان ما نهبطش الخمر بتاع البقسماط بتاعي. بصوا بقى ما شاء الله شكلها متساوي ازاي، الدايره كلها متساويه. حطيتها برضو في السمسم وحبه البركه وطلع لازق ما شاء الله. وزي ما قلت لكم الصينيه بتاعتي مش مدهونه اي حاجه خالص. ادي قطعت اهو واحده تانية، نبتدي ان احنا نرولها. لو عايزه البقسماطه تكون تخينه شويه ما ترولهاش قوي، خلي الرول بتاعك يكون تخين شويه، واعملي حساب ان هو هيخمر وحجمه هيتضاعف بعد شويه. تمام كده.
بصوا بقى انا هنا قطعته على 3 عشان ده كان طويل شويه، وزي ما قلت لكم واحنا بنرول نخلي ايدينا خفيفه، ما نضغطش على العجينه قوي. بصوا التقفيل بقى بالراحه كده، نلفها كده بالراحه عشان شكلها يكون متساوي. وهنزلها برضو على السمسم وحبه البركه. شايفين ما شاء الله شكلها حلو قوي. عايزه اقول لكم يا جماعه والله ريحته كانت خطيره. اصلا ريحه العجينه ما شاء الله جميله جدا، وهو بيستوي كمان في الفرن ريحته كانت حلوه قوي قوي. جربوه وان شاء الله ان شاء الله مش هتشتروه تاني من بره. سهل جدا جدا وبسيط وطعمه تحفه وموفر جدا جدا. شايفين اهم حاجه ان الرول بتاعي يكون شكله منتظم، ما يبقاش جزء فيه تخين وجزء فيه رقيق، عشان تطلع بعد كده معايا البقسماطه شكلها حلو. بصوا التقفيل برضو هقفلها كده بايدي، وبعدين هلفها كده بالراحه بين صوابعي وما نضغطش عليها، بنفس الشكل كده. وهنزلها برضو على السمسم وحبه البركه من غير ما نضغط عليها. شايفين ما شاء الله. هعمل بقى الكميه كلها. بصوا انا هنا كنت عملتها الكميه كلها اهي، عملت لي صاجين ما شاء الله كبار حلوين جدا. هسيبها بقى تخمر لغايه ما حجمها يتضاعف. هتاخد حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع على حسب درجه الحراره عندك ايه. وبعدين هشغل الفرن بتاعي على درجه حراره 180 او 200 على حسب درجه حراره الفرن عندك، وهحطها في الرف الاوسط. هتقعد حوالي نص ساعه، ولو ما خدتش لون اخر 5 دقايق بتفتحي الشوايه تاخد اللون الحلو ده وتطلعيها على طول. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا، واتمنى ان انت تحطي لايك لو لسه ما حطيتهوش. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.